تخيل تصحى بكره من النوم ما تلاقيش لا كلاسيكو ولا ديربي مانشستر ولا حتى دوري ابطال، هتعمل ايه؟ الكوره من غير الدوريات الخمس الكبرى ما تعتبرش كوره، لا كانك بتتفرج على الدوري المصري كده. السؤال هنا بقى، مين فيهم احسن دوري؟ مين فيهم الملك؟ يلا بقى بينا نعمل رحله لاوروبا ونشوف التاج هيروح لمين. تعالى تعالى مول. كيمو ما بيخرجش بس حبيب الناس. كيمو توب التوب وانت توب بس مش بالتاء. من غير الدوريات دي فالسوق بيخسر اكتر من 15 مليون يورو في السنه الواحده. تعالوا بقى نبدا بالدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي يعني السرعه والقوه والمفاجات. تعال احكي لكم على مفاجاه ومعجزه ليستر سيتي 2016. الفريق ده كان مرشح للهبوط بمدرب متواضع ولاعيبه قيمتهم السوقيه مش احسن حاجه. كانوا حاطين نسبه من 1 ل 5000 ان هم يكسبوا الدوري، يعني فوق ما فيش امل ان هم يكسبوا الدوري، ومع ذلك فازوا على الكبار واحد ورا الثاني ورفعوا الكاس قدام العالم، واتوصف ده بان هو معجزه القرن. نيجي بقى للايرادات، فهو الاغنى عالميا. ايراداته بس في موسم 23 24 6 مليار جنيه استرليني، وكمان حقوق البث 3 مليار سنويا، بيتذاع في 212 دوله، وبيوصل ل 4 مليار مشاهد كده بس. في صيف 25 عملوا 3 مليار يورو صفقات بس، معدل حضور الجماهير فيه 40000 متفرج لكل مباراه.